جلس عن يمين الله. هذا هو عنوان موضوعنا في مشروع الله العظيم. خلق، حفظ في الوجود، طهر البشرية من خطاياها، كل هذا بواسطة الابن الذي أكمل مشروع الآب من على الصليب يوم قال تم كل شيء. وحين أتم مشروع الآب جلس عن يمين الله. كل هذا أوجدته الكنيسة في قانون الإيمان، فلنؤمن الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله. انتهى مشروع الآب، فالابن هو بجانب الآب. وحين نقول عن يمين الآب هذا لا يعني أن لله مثلنا يمين وشمال. اليمين صورة عن الكرامة، عن العظمة التي يتمتع بها الابن، لا على أنه الله فقط، لا على أنه ابن الله فقط، بل على أنه إنسان. فهو حين صعد إلى السماء حمل معه بشريته، وهو سوف يحمل البشرية كلها، لأنهم كلهم إخوته وأخواته. نعم، البشرية كلها إخوة يسوع وأخواته. تقول الرسالة إلى العبرانيين لم يستحي أن يدعونا إخوته. نعم، لأجلنا صار شبيها بنا في كل شيء، مؤكد ما عدا الخطيئة، فالإنسان في أصله لا خطيئة عنده. المسيح هو قبل الخطيئة، صورة عنها أخذت صورة الإنسان حين خلقه الله على صورة الله ومثاله. نعم، هذا الابن تشبه بنا، صار منا. ما أنه صار منا أرادنا كلنا أن نكون أيضا عن يمين الآب. ففي الدينونة الأخيرة كما نقرأ في إنجيل متى فصل 25 آية 31 نرى ذاك المسيح يقول للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني وعطشت فسقيتموني. وتتواصل اللائحة، ويمكن أن تتواصل حتى نهاية العالم عن يمين المسيح. إذا كان المسيح جلس عن يمين الآب، فهو يريد لكل واحد منا ولتلاميذه بشكل خاص أن يكونوا عن يمين الآب. فهو الذي قال في صلاته الأخيرة أيها الآب أريد أن يكونوا حيث أكون أنا ليروا المجد الذي أعرفه أنا. نعم، المجد الذي يتمتع به الابن يريد لكل واحد منا أن نتمتع به. يقول لنا بولس الرسول نحن الآن ننظر كما في مرآة، أما في ذلك الوقت فوجها إلى وجه. ويقول لنا يوحنا نحن الآن لا نرى، لكن في ذلك الوقت نرى كما نرى نحن.
نعم، نكون في مجد الآب، نكون في سعادة مع الآب. نعم، هذا هو الابن الذي أكمل مشروع الآب. مشروع كبير، مشروع كبير هو أن يتمجد الآب على الأرض بانتظار المجد الكامل في السماء. تقول الرسالة العبرانيين 1:3: جلس ثم إلى يمين إله المجد. جلس، والجلوس هو المعلم، معلم البشرية كلها. في مفهوم الشعب اليهودي المعلم هو من يجلس، ويكون التلاميذ عند قدميه يتعلمون. هذا ما يخبرنا لوقا عن مريم، كانت عند قدمي المعلم. وفي بداية خطبة الجبل جلس يسوع وتلاميذه كانوا حوله. طوبى للمساكين، طوبى للودعاء. نعم، المسيح هو الجالس، كما الملك يجلس على عرشه جلس الابن على عرشه. وهنا لا نمثل الابن كأنه الوزير الأول، كلا، ولكن في سفر الرؤيا نرى الآب والابن على عرش واحد. هذا لا يمكن أن نتصوره في مفهومنا البشري. كيف يجلس الابن فوق الآب؟ كلا، ولكننا نعطي صورة. الابن هو في حضن الآب، ولكن سفر الرؤيا يريد أن يقول لنا: إن دان الابن فالآب يدين، إن أحيا الابن فالابن يحيي. ما يفعله الآب يفعله الابن. جلس عن يمين إله المجد. هذا هو موقع يسوع في السماء، ولكن على الأرض يبقى ذاك الحمل الذبيح والقائم. القائم لأنه قام من بين الأموات، ولكنه ذبيح مذبوح، وسيبقى مذبوحا حتى نهاية العالم. هو يذبح في كل إنسان يموت من أجل الله، من أجل الحق، من أجل السلام، من أجل البشرية، لكي يرفعها إلى الله. هو الذبيح. يقول عنه باسكال: هو في نزاعه حتى نهاية العالم. نزاعه في بستان الزيتون لم يكن فقط بضع ساعات، بل امتد حتى الموت على الصليب والوضع في القبر. يجلس عن يمين إله المجد. نعم، تحدث يسوع في صلاته الأخيرة: مجدني أيها الآب بالمجد الذي كان لي عندك من قبل إنشاء العالم. أتى يسوع إلى الأرض ومجد الآب منذ بداية حياته، منذ الحبل به. قال الملاك: القدوس يولد منك يا مريم. وفي ميلاده في بيت لحم في ذلك المزود هتفت الملائكة: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. المجد لله في العلا.
بداية يسوع على الأرض، طفولته الأولى. ذاك هو المشروع الذي يقوم به. المجد لله في العلا. وهنا الرسالة إلى العبرانيين تتكلم عن المجد في العلا. نعم، كأني بيسوع أنهى المهمة. أما المجد الأساسي فلم يكن فقط في حياة يسوع المسيح، بل خصوصا في ساعات آلامه وموته. أما في حياته فكم من مرة أجرى معجزة من المعجزات، فقال الإنجيل: مجدوا الله. نعم، في كل معجزة من معجزاته مجد الناس الله. في كل كلام من كلامه مجدوا الله. هو لا يتكلم كما يتكلم الكتبة والفريسيون فيرددون كلمات الآباء والأجداد. كلامه خاص. هو يتكلم كلام الله. أقام الموتى، مجدوا الله. هناك من رفض هذا المجد فكان الخاسر الأكبر. نعم، هذا الابن أتى يحمل مجد الله على الأرض. مجد الله أولا في حياته. قال في إنجيل يوحنا: من يبكتني على خطيئة؟ نعم، هو مجد الله الكامل. نحن حين نمجد الله بأعمالنا بحياتنا يكون مجدنا ناقص. الخطيئة، الضعف البشري، الإهمال، التهرب، وهكذا تكون صورة الله مشوهة ضائعة بين الوحل والأوساخ. فلا بد من أن نعيد إليها نقاوتها. بالمعمودية نتنقى، بسر التوبة نتنقى، وحتى في القداس يقول الكاهن: هذا هو جسدي لغفران الخطايا، هذا هو دمي لغفران الخطايا. هذه الصورة، صورة الآب المطبوعة فينا، ألا تدعونا لأن نتشبه بالآب السماوي؟ تتشوه، تتوسخ. لهذا نحتاج إلى كل هذا حتى نمجد الله ويكون تمجيدنا كاملا. وفي أي حال سيبقى ناقصا ما دمنا على الأرض، وهو لن يكمل إلا حين نكون في السماء. فالله نفسه يكمل ما كان يجب علينا أن نعيشه، أن نعمله، أن نقوله. ذاك كان وضع الابن الضال. هو الخاطئ، هو الذي أضاع أصله، أضاع نسبه، عاش في عالم وثني هي صورة الخنازير، وأخذ يعمل مثل عبد، وارتضى في عودته إلى الآب أن يكون أجير. كنت أقول عبد في بيت أبيه، مع أن يسوع قال: لأدعوكم بعد عبيدا. فالعبد لا يعرف إرادة سيده. أنتم أبناء. بهذه العواطف الناقصة وهذه الخطيئة التي أثقلت حياته أتى، عاد إلى الآب ناقصا، خاطئا، حقيرا، عبدا. من الذي حرره؟ من الذي كبره؟ من الذي كمل ندامته التي كانت ناقصة؟ لأنه كل ما طلب هو أن يعود
فيأكل بعض الطعام مع العمال مع الأجراء، مثل الشعب اليهودي الذي كسر له يسوع الأرغفة فطلبوا الطعام الفاني لا الطعام الباقي للحياة الأبدية. من كمل ندامته؟ الأب الذي استقبله. من كمل تطهيره؟ الآب. ألبسوه الحلة، ضعوا حذاء في رجليه، نعم، والخاتم في يده. هو الابن ويبقى الابن. نحن أبناء الله، نحن بنات الله، ولكن تشوهت هذه الصورة، فما عاد الناس يعرف وجوهنا، ما عاد الناس يكتشفون وجه الله، وجه يسوع المسيح من خلال وجوهنا، أعمال الله، أعمال يسوع المسيح من خلال أعمالنا. لهذا نحن لسنا مجد الله الكامل على الأرض، وحده يسوع كان مجد الله الكامل، وحده يسوع صورة الله الكاملة. من يكمل هذه الصورة؟ يسوع المسيح، حين يرتفع ويرفعنا معه. هذا ما قاله مرة من المرات: أنا إذا ما ارتفعت رفعت إلي العالم كله. أية رفعة؟ رفعة الصليب أولا. ارتفع على الصليب فرفعنا كلنا معه. ومن لا يمر في الصليب لا يعرف القيامة، ولا يعرف المجد، ولا يعرف الصعود والجلوس عن يمين الآب. فيسوع نفسه قال لتلميذي عماوس: كان لابد للإنسان، لابن الإنسان يعني لي أنا يسوع، أن يمر في هذه الآلام قبل أن يدخل إلى مجده. أنا إذا ما ارتفعت رفعت إلي كل إنسان. أولا يرفعنا المسيح إلى مستوى الصليب، فنصبح مثل سمعان القيرواني أو القيريني الذي حمل الصليب وسار وراء يسوع. ولكن رفعة الصليب ليست النهاية، والصليب ليس نهاية يسوع المسيح. الصليب هو الذروة في حياة يسوع، هذا ما لا شك فيه، ولكن هذه الذروة لا تنتهي بالظلمة التي أحاطت بالصليب حين صرخ يسوع: إلهي إلهي لماذا تركتني، وأسلم الروح. كلا، الذروة لا تنتهي في الظلمة، لا تنتهي في الموت. الذروة هي في القيامة، في نور القيامة. النسوة ذهبن إلى القبر ليلا، ولكن القبر مضاء مشعشع. الملاك هو هنا لكي يستقبل الآتين والآتيات. وفي النهاية يسوع هو النور الحقيقي، هو النور الكامل، نور القيامة. أنا إذا ما ارتفعت رفعت إلي كل إنسان. إذا قبلنا أن نرتفع مع يسوع على الصليب لا شك نرتفع معه في المجد. فلماذا يخاف الناس؟ نحن خطأ. هل نخلص؟ هل ننجو من نار جهنم ونصلي نجينا من نار جهنم؟ مساكين. نحن أبناء الله ونعيش كالأبناء والبنات. هل نخاف من جهنم؟ كلا. العبد يخاف، الابن لا يخاف. هو في حضن أبيه، ولو كان بعيدا مثل الابن الضال ففي النهاية يعود. قال: أقوم. كان شبه ميت. أقوم وأعود إلى أبي وأقول له. 3 كلمات: أقوم.
بعد كل خطيئة نحن نسقط، نقوم. الخطيئة ليست النهاية، الخطيئة كانت محطة عابرة في مشروع الله. مشروع الله أن يجعل الكون كله جمال. مشروع الله أن يبدل بشريتنا الخاطئة. مشروع الله أن يجعلنا ممجدين مع ابنه يسوع المسيح. ولهذا نحن لا نخاف خوف العبيد، بل نعيش كالأبناء. نبدأ فنمجد الله على الأرض بانتظار أن نمجده في السماء. هذا ما فعله الملائكة منذ طفولة يسوع، ونحن أيضا نفعل هذا منذ بداية حياتنا. فيسوع دخل في هذا المشروع، في هذا المخطط نسميه قصد الله في البشرية. نعم، الابن مسؤول عن العالم لكي يرفعه إلى الله، غير أن هذا العالم يرفضه. يقول يوحنا: أتى إلى العالم ولم يعرفه العالم. أترى نحن من العالم فنرفض أن نعرف الابن وأن نمجد الآب الذي أرسله؟ أتى إلى خاصته، يقول يوحنا. خاصته بالدرجة الأولى هم الشعب العبراني الذين أعدهم الأنبياء أجيالا وأجيال لكي يعرفوا الإله الواحد، لكي يعبدوه. أنا هو الرب إلهك، لا يكن لك إله غيري. أن يعيشوا بحسب الوصايا. وشعب الله في درجة ثانية نحن المؤمنين الذين تعمدنا أولا. فالمسيح صلى من أجلنا في صلاته الأخيرة: احفظ لا فقط التلاميذ الذين يحيطون بي، بل احفظ الذين يؤمنون بي عند بشارتهم. نعم، جاء إلى خاصته، إلى أخصائه، إلى الذين يخصونه. نحن نخص الله، نخص الابن. فحين ختمنا بالمعمودية والتثبيت والقربان المقدس، ما يسمى أسرار التنشئة، صرنا خاصة الابن. انطبعنا بختم يسوع المسيح. فإذن كيف نقبل يسوع المسيح؟ جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. أما الذين قبلوه فصاروا أبناء الله. نحن في الأصل أبناء الله، اعتمدنا، صرنا أبناء وبنات الله. لكن علينا أن نعيش يوما بعد يوم لكي تظهر هذه البنوة. فالإنسان لا يكون إنسان فقط حين يكون بذرة في حشى أمه، ولا يكون إنسان فقط حين يكون طفل. فالإنسان يكون إنسان حين يبلغ إلى ملء قامة المسيح، يصير شابا، يصير كهلا، يصير شيخا، شبع من الأيام لأنه شبع من الله. ونحن أيضا اعتمدنا، جعلت فينا بذرة الأبناء وبنات الله. فكل يوم يجب أن تظهر هذه البنوة. لم تقبله خاصته، أما نحن الذين قبلناه فصرنا أبناء الله. هذا لا يرى. قال: نحن أبناء الله
منذ الآن، قال يوحنا في رسالته، ولكن بعد ذلك نظهر حقا أبناء الله. نعم يا يسوع، تمجدت أنت حين أرسلك الآب إلى العالم، وتطلب أن تمجدنا معك، أن نمجدك من خلال كهنوتنا، فالكنيسة كلها مجموعة كهنة في خدمة الآب السماوي. نشكرك على هذه الثقة الكبيرة، على هذا الفخر، على هذه النعمة، ونشكرك على المسؤولية العظيمة التي تعطينا. اجعلنا يا رب أن نكون على قدر المسؤولية، أن يكون كل واحد منا ذلك الخادم الأمين الذي يأتي سيده في أي ساعة من ساعات النهار والليل، ويجده فاعلا مشيئته، يأتي فيخدمه. نعم، أنت تكون خادما لنا، تكون رفيقا لنا، تكون الفادي لنا. شكرا لك يا يسوع، شكرا لك. آمين. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قناة نور من المشرق أو The Light from the East هي قناة روحية تبشيرية تعليمية تكرز ب4 لغات: الإنجليزية، العربية، الآشورية والآرامية القديمة، من تعاليم الكتاب المقدس ومن تعاليم آباء كنيسة المشرق وجميع آباء القديسين في جميع الكنائس الرسولية المقدسة، لمجد اسم الرب. الرب يبارككم. صلوا من أجلنا. آمين.